اقتحم مسؤول في حزب البعث في لبنان صيدلية في مدينة صيدا، ونترككم مع تفاصيل الحادث كما التقطته كاميرا مراقبة داخل الصيدلية. ما سنعرضه هو عينة صغيرة من أسلوب تعاطي حزب البعث السوري مع شركائه في الوطن. القصة بدأت حين أرسل المدعو مصطفى قواس ابن شقيقه إلى الصيدلية لشراء دواء من صيدلية بشاشة في صيدا وهو ينتظر في السيارة، ولما فاق سعر الدواء ما يحمله ابن شقيقه طلبت إليه صاحبة الصيدلية أن يستكمل سعر الدواء لكي تتمكن من بيعه إياه، فحصل ما حصل. الله تحكي معي باحترام. بيت بشاشة بيت اللي بكل كنت بحكي مع ربي ايه ده مشهد لم تحتمله العاملة الأجنبية في الصيدلية، ففي بلادها لا يوجد حزب بعث يستقوي على النساء ويشبح بهذه الطريقة، فغابت عن الوعي. إلا أن القصة لم تنتهي هنا، فبعد لحظات عاد البعثي ليعرف عن نفسه طالبا من العامل في الصيدلية الخروج منها. أنا عم أقول لك أنا اسمي مصطفى قواس، أنا تحكوا مع الله باحترام. شفت الشراب، شفت رئيس الحكومة، بدي كسر المحل كله، أنتوا والله ناقص عليكم، ناطقكم، وعسكري تبعون برا، أنا مسؤول حزب البعث، أنا مسؤول حزب البعث، أنا مسؤول حزب البعث، يعني شوف شو عمل لك؟ الله ما شايف، وإذا بشوف حدا عم يحكي كلمة، قسما بالله أنتوا الصيدلية عضلتي. لا دولة ولا قانون ولا مؤسسات ولا قوى أمنية موجودة في قاموس حزب البعث. حزب ممثل في حكومة شعارها كلنا للوطن، وأي وطن.